السلام عليكم حبيباتي الغاليات، واش راكم ملاح؟ ان شاء الله كيف تكونوا ملاح. اليوم جيتكم وصفه جديده، جيتكم حلوه الطبقات. شوفوا كيفاش خرجت الحلوه. هذه الحلوه درت لها بلا ماكارين والزيت، حلوه بزاف سهله واقتصاديه وتحضريها في وقفه تريحك من الوقفه تاع الكوزينه. العيد راهو قريب، تحضريها. هذه الحلوه بزاف هايله. نبداو بسم الله في الوصفه. هنا عندي 250 غرام مارغرين، 2 باكيات خميره كيميائيه، 4 حبات بيض، فنجان زيت، كاس سكر غلاس، كاس مايزينا والفرينه باش نلمو العجينه. انا جبت غيسيبيون درت فيه 250 غرام مارغرين، درت معاه كاس سكر غلاس، نخلطو بالباتور جيدا حتى تتخلط لنا هذيك لا مارغرين تولينا كريمه باش نحبسو. كما راكم تشوفوا حبيباتي الغاليات، خلطوا بيان هذيك لا مارغرين مع سكر غلاس حتى يندمجوا. ودوك نزيد لها هذاك الفنجان تاع الزيت، ديروا فنجان تاع اتاي ولا فنجان تاع قهوه كحله تاع الزيت. ندخلوا هذاك كامل هذاك الزيت مع لا مارغرين حتى يتخلط لنا بيان. ودوك نزيدوا البيض، نزيدوا بالحبه. هنا عندي 4 حبات بيض، نديروا الحبه الاولى ونخلطوا، نزيدوا الحبه الدوزيام ونخلطوا، نزيدوا التروازيام ونخلطوا، ونزيدوا الكاتريام ونخلطوا حتى نكملوا هذوك 4 حبات تاع البيض ويندمجوا كامل المقادير مع بعض. ويضاعف الحجم تاع لا مارغرين كيما راكم تشوفوا، ضاعف الحجم ديالها. وكنحبسوا بالباتور. ندير لافاني من بعد نخلط وندير هذيك لا مايزينا اللي قلت لكم، كاس مايزينا. دوك ندير هذاك الكاس تاع المايزينا مع كيسين خميره كيميائيه. تبعوا كامل المراحل وان شاء الله تنجحوا في الوصفه، تخرج لكم بزاف هايله. هذه الحلوه تاع زمان بصح بزاف بنينه. دوك نصفوها. انا هذه الحلوه ما نحبش نديرها بالزيت وحده، ما تعجبنيش، بصح كي ندير ميلونج تاع لا مارغرين والزيت تخرج هايله. هنا درت الفرينه صفيتها. هنا درت لي واحد 250 غرام فرينه، عفوا هبلكم غلط، درت لي حوالي 750 غرام فرينه. هذا المقادير باسكو كي كملت كامل الفرينه حسبت الكميه شحال بقالي، صرت بقالي 250 غرام. سما درت لي 750 غرام. وانا استعملت فرينه مع حمامه. انتوما من الافضل تستعملوا النوعيه الجيده، باسكو في الحلويات لازم نستعملوا نوعيه جيده حتى تولي لكم عجينه طريه تحبسوا. شوفوا كيف القوام ديالها. تخلوها تريح واحد شوفوا شحال بقالي من الباكيت تاع الفرينه. خلوها تريح 10 دقائق. انا جبت صينيه درت فيها ورق المطبخ. هذه الصينيه 30 على 40. بعد ما ريحت العجينه 10 دقائق قسمتها على 3 قطع. دوكا نبداو نفتحو فيها. انا درت 2 بابي كويسون، واحد درتو في سنيوه وواحد نبدا نفتح به. بون الاول فتحت به العجينه وحطيته ديريكت. هذه العجينه الاولى فتحوها كامل على البابي كويسون. ومن بعد نديروها في الصينيه كما راكم تشوفوا حبيباتي. عمليه سهله مهله، كاطو بزاف هايل. تحضريه في وقفه، يجولك ضياف هكا على غفله ولا تحضريه لهم في وقفه. راهو جاي بزاف المناسبات، كاين افراح تاع البيام، كاين تاع سيزيام. نهنئ كامل الناجحين، نقول لهم مبروك عليكم، مزيد من النجاحات. كاين العيد راهو قريب. شوفوا دوك نديروها هكا في سنيوه، معليش ولا خسرت لكم كيما صرالي. تسقموها هكا غير بيديكم عادي جدا. وهنايا تقدروا تثقبوها بالشوكه. انا ولا غير نسيت حتى درت المونتاج بتفكرت بلي ما ثقبتهاش، بصح عادي جدا زعما تخسر لكمش الوصفه ولا عادي. ومن بعد تجيبوا هنا المعجون تاع المشمش. هنا عندي باكي كبيره تاع 800 غرام درتها كامل. شوفوا السر نجاح هذا الحلوى لازم تكثروا بزاف المعجون. نورمالمون هذه الباكي ما يقعد لكمش منها بزاف، ديروها قريب كامل. هذه الباكي تاع المعجون تاع 800 غرام. باسكو هذا المعجون عفوا هذا الكاطو يحب بزاف المعجون، لازم تكثري المعجون تاع المشمش. يخرج باب المعجون تاع المشمش لازم تكثري. هذه الطبقه الثانيه نفتح فيها.
نرجع للوصفة. قلت لكم لازم تكسري المعجون، باسكو شفت بزاف وصفات في اليوتيوب تقول لك ديري ملعقتين. نقول لك واش بيك يا اختي، كيف ديري ملعقتين؟ هذا الكاطو يخرج ناشف من الداخل، ما يخرجش بنين. زعما لا باز تاعو هو المعجون. لا ما عندكيش المعجون بزاف، غير ما ديريش الوصفه، باسكو لازم يكون المعجون بزاف باش تخرج لك بنينه، تخرج لك من الداخل مشمخه وطريه. كون ديريهاش المعجون تخرج لك ناشفه، ما تبانش الوصفه بنينه. انا هذه نصيحه قدمتها لكم، ان شاء الله تفيدكم. باسكو انا جربته من قبل ما درتش المعجون بزاف وما كانش يخرج لي بنين، من بعد وليت نكسر المعجون باش يخرج لي شباب. هذا الكاطو انا ما نحبوش هذاك اللي يديروه بالزيت وحده، ما يعجبنيش. كي نديروه بلا مارغرين ولا نديرو ميلونج بين لا مارغرين والزيت كيما درتو لكم اليوم يخرج بنين، بصح بالزيت وحده ما يعجبنيش. كل وحده والذوق ديالها. دوك نزيدو المعجون فوق الطبقه الثانيه. انا هذاك المعجون الاول شفتو بلي بزاف ليكيد، ما عجبنيش، سائل بزاف. جبت هذا لوحده اخر كان عندي، خلطته شويه مع الاخر ودرته من الفوق. كي يكون شويه ناشف خير من يكون بزاف سائل. راني درت لكم الوصفه ما قبل، درتها لكم بلا مارغرين فقط، وهذه المره درت لكم ميلونج بين لا مارغرين والزيت. يسمى بدلت لكم في الوصفه، درت لكم وصفه غير لا مارغرين فقط. هذه الطبقه الثالثه دوك راني نفتحوا فيها. وان شاء الله تعجبكم الوصفه حبيباتي وتنال اعجابكم. تحطوا لي آراءكم في التعليقات، قولوا لي اسكو عجبتكم الوصفه ولا لا. عجينه ولا غير عياتني، باسكو هذا النهار اللي صنعت فيه كانت واحده السخانه بزاف، وانا صنعتها كنت 3 تاع الحشيه. كانت واحده السخانه في الكوزينه ما نحكي لكمش. هي السخانه الكاطو سورتو في لاباط صابلي ولا لاباط تاع التشارك ولا لاباط تاع العرايش. بالكم لاباط في السخانه ما تولي تعيي. تنحو كامل الزوائد، بلاصه من تصيبوا ما فيها تشوفوا فيها المعجون يبان، ولا تزيدوا ديروا لها عادي جدا. باسكو كي نطيبوها رانا رايحين نديروا لها شوكولا من الفوق. نطيبوها على درجه حراره 180 درجه. كي تحمر لكم من الفوق تنحيوها. هنا جبت 200 غرام شوكولا بالحليب، راني حنذوبها في كاسرونه كيما كنتو تشوفوا حبيباتي على بال ماغي. وكي تذوب ندير لها ملعقتين، درت لها ملعقتين زيت، درت لها ملعقه شوكولا تختيني، درت بابتيلا شوكولا تختيني. ماشي اوبليجي ديروها، اللي ما عندهاش ما ديرش، بصح الزيت لازم ديروه. ديروا ملعقه في 100 غرام. انا درت 200 غرام، درت ملعقتين باش ما تجيكمش الشوكولا يابسه. ومن بعد تمشيوها هكا. شوكولا تختيني ثاني تساعد الشوكولا باش ما تجيكمش بزاف ناشفه. هي بون حنا رانا في السخانه شوكولا ما تجيش ناشفه بزاف، ما تخليها برا تخرج تولي طريه باسكو راهي سخانه. وتمشيوها كامل على الصينيه. انا درت والله غير درت 2 سنيوات. درت سنيوه درت لها شوكولا بالحليب، والسنيوه الاخرى درت لها شوكولا بلون. ديروا من الفوق واش تحبوا. حبيتو ديروا كيما حندير انا زيكزاك تاع الميفال، حبيتو ديروا انا درت شوكولا بلون. درت كانت عندي 51 غرام، ذوبتها ودرتها هكا من الفوق زيكزاك. ومن بعد ندير كيردون وندير لها شكل تاع الميفال. تحبوا ديروا كاوكاو مطحون ومحمص، تحبوا ديروا لي زامود ايفيلي هكا تاع الكاوكاو، تحبوا ديروا واش عندكم في الدار زينو مات كوكو ثاني يجي. واش عندكم في الدار ديروا. تبقاو تروحوا هكا وتجو بالكيردون باش يعطيكم هذاك الشكل تاع الميفال، شكل بزاف راقي. تحبوا ديروا كيما درت انا ديروا كيما درت انا. كل وحده واش متوفر عندها في المنزل. على بالي بلي كامل شاطرات كامل تعرفوا تزينوا. كل وحده هي ملكه في المطبخ ديالها. شوفوا كيفاش راني ندير. تروحوا وتجو هكا بالكيردون
ولا عجبتكم الوصفه حبيباتي ما تنسونيش في كومنتير شباب كيما نتوما، ما تنسونيش في الاشتراك في القناه وضغط زر الجرس ليصلكم كل جديد فضلا وليس امرا، ولايك للفيديو باش يلحق اكبر عدد من الناس. حنا بعد ما درتها في الكونجيلاتور باش تبرد لي فازا بالخف واني نقسم فيها. شوفوا كيفاش خرجت، شوفوا حبيباتي كيفاش خرجت. ونرحب بكامل مشتركات الجدد، نقول لكم مرحبا بكم في قناتكم، والمشتركات القدام نقول لهم هذه قناتكم. شوفوا ها هوليك الكاطو في صحن التقديم، شوفوا كيفاش خرج ما شاء الله. هذا اللي درته بالشوكولا بالحليب، دوك نوري لكم اللي درته بالشوكولا بلون، وهذا اللي درته بالشوكولا البيضاء. شوفوا كيفاش خرج، شوفوا المعجون كيفاش هو يبان، ما درتوش ناشف درتو طري من الداخل. دوك نفتح لكم حبه، شوفوا كيفاش خرج ما شاء الله، خرج يشهي. شوفوا شحال طري. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتنال رضاكم. شوفوا الطبقات. وفي الاخير حبيباتي سلام.